اقسم بالله انا كاني عايش سيناريو 2019 تاني. طيب بمناسبة خروج منتخب مصر قدام السنغال من نص نهائي أفريقيا، فانا جاي ارجع بيك سنتين لورا كده افريقيا 2023. من غير كلام كتير، كوبايه الشاي بتاعتك وحضر لي دماغك، وما تنسوش تتابعونا على صفحه الفيسبوك، ويلا بينا. البداية كانت توحي إن إحنا رايحين نكتسح الكل، الطيارة خاصة والبدل الشيك وكل الناس بتقول التامنة مس. بدأت البطولة ومصر بتاع قدام موزمبيق، فريق تصنيفه 111 عالميا، قلنا بس دي فرقة تصميره، لكن فجأة الدفاع بقى شوارع، وفي دقيقتين بس لبسنا جولين. نطلع من المباراة دي بالتعادل معاهم بالعافية. البطولة دي دفاعنا كان عامل زي باسورد واي فاي القهوة، أي حد بيطلبه بياخده والكل بيدخل عليه في نفس الوقت. ده وائل جمعة اللي كان بيخلي دروجبا وإيتو يفكروا يعتزلوا دولي، وده دفعنا في 2023 دفاع التيك اواي. استقبلنا 7 أهداف في 4 ماتشات، أنت متخيل الرقم يا صديقي؟ ده رقم يدخلك موسوعة جينيس في الكرم الحتمي. جيل 2008 كان بيلعب عشان خاطر الناس الغلابة، كان بيلعب علشان عنده غير على الفانلة الحمراء، لكن جيل دلوقتي الكرة اتحولت لبيزنس، اللاعب بقى بيخاف على شعره وعلى رجله عشان عقده مع ناديه. ونيجي بقى للغز، صلاح قائد المنتخب بيسيب المعسكر في نص البطوله، هتنقل لك علشان التعليق في انجلترا. دي ما بتحصلش في دوري بيبسي يا جماعه. صلاح حسسنا اننا في رحله مدرسيه، واشطر واحد فيها قد خدته علشان عنده درس انجليزي بدري. وفي وسط المعمعه دي كان فيتوريا واقف ماسك الايباد بتاعه بتركيز رهيب، تحسه انه مش بيحط خطه، ده كان بيحاول يفتكر هو ساب المكوه شغاله ولا لا. مدرب بياخد 200,000 يورو عشان يتعادل مع الروس الاخضر. العيب في المدرب مش في اللعيبه. انا اسف ان انا بقول لك كده. وصلنا لدور ال 16 بالحب والكنتالوب، نقع قدام مين؟ قدام الكونغو اللي ما كسبتش ولا ماتش. خلص الماتش وبدأنا ضربة جزاء، وفي اللحظة الحاسمة بنشوف أغرب مشهد في التاريخ، الحارس أبو جبل اللي مهمته يشوط هو اللي دخل يشوط وشاطها فين؟ في كوكب المريخ. أبو جبل شاط الكورة بقوة لدرجة إنه وكالة ناسا كلم اتحاد الكورة يسألوهم، قالوا السلام عليكم، بعدين قمر صناعة جديد ولا إيه؟ اتحاد الكورة لا ده حارس طقان من يا جماعة الكورة دي ما طلعت مصر بس من البطولة، دي طلعت مرارة 100 مليون مصري. يا فاروق، اقسم بجلالة الله الراجل مش فاهم حاجة في اي حاجة ولا عارف ايه اللي بيحصل. احقاقا للحق احنا ما عندناش اي حاجه في اي حاجه. كوت ديفوار تكمل البطولة وتاكل الأخضر واليابس والقلع واللابس، تفوز بالبطولة. المصيبة مش في اللعب بس، المصيبة في اتحاد الكورة اللي بيدير بأسلوب إصابة 2 عور. طول المنظومة دي موجودة سن الصيامات طول، احنا فشلنا في 23. الاتحاد كان مهتم بصور السيلفي أكتر من المشروع، عندك مشروع تبني عليه رغم إن عندك مواهب مدفونة، ولكن المواهب دي كانت بتقابل عليها بالحب والكنتالوب. صدقوني والله مفيش منتخب غير بمشروع ناجح ومتخطط له، انت عندك المواهب بس محتاجة التنفيذ والإصرار. بس كده، هل حسام حسن هيقدر يرجع هيبة الفراعنة في كأس العالم اللي جاية، ولا احنا مكتوب علينا الضحك ده؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واكتبوا لي من المسؤول الأول عن فضيحة 23، وهقولها لك وهفضل أقولها طول ما الضحك والمنظومة دي مستمرة. احنا والله ولا هنشوف أفريقيا ولا غير أفريقيا. بس كده، ما تنساش اللايك والشير عشان الفضيحة دي ما تكررش تاني. وحابب اقول لكم ان انا محمود ياسر من قناة ومرات قروية. حابب اقول لك في نهاية الحلقة، صلي على النبي واذكر الله، واستنونا في حلقات جاية كتير. السلام عليكم.